انت فاكر لما تضر غيرك وتأذيه في رزقه وفي حياته وفي اكل عيشه وفي راحة باله، ان انت كده قوي وان انت جامد وان انت ما فيش منك اتنين. انت وصل لك الاحساس ده صح لما انت قررت ان انت تأذي غيرك وان انت تضره، ومشيت مبسوط وحسيت ان انت منتصر وان انت فرحان بقى عملت اللي محدش عمله. بس والله صدقني يعني عارف ربنا يسامح في حقوقه، قصرت في الصلاة، قصرت في عبادة، قصرت في طاعة، ممكن تستغفر وربنا يسامحك ويغفر لك. ولكن حقوق العباد والله ربنا ما يسامح فيها خطوة ولا يفرط فيها، ولازم ربنا يوري الواحد حقه، المظلوم خصوصا يوريه حقه وهو يرجع له. فلو بينك وبين دخول الجنة اني انا نسامحك على الفصل ده تحديدا، والله ما مسامحك. وروح يا شيخ، حسبنا الله ونعم الوكيل فيك وفي كل اللي زيك وفي كل اللي شبهك. وإن شاء الله ربنا يوريني حقي وهو يرجع لي، وكل قوي في الأقوى منا. عايزة نقول لك إن هي مش دايما الحد، للأسف مش دايما الحد والله. مضحوك عليك من الأيام ومصدق نفسك ومصدق إن هي قعدالك ودايمالك يعني عارف الكراسي دي لعنة، الكراسي دي لعنة، واللعنة دي سبحان الله هتلف تلف وترجع لك.